لو انت من الناس اللي عنده فكره ومحبط ان هو ينفذها بس عنده الفرصه ان هو يغير الواقع اللي هو فيه، فالحلقه دي هتفيدك كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهيني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. لو حابب تستفاد اشترك في القناة. الفصل السابع يا صديقي من كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب الجميل روبرت كيوساكي. هنفهم في الحلقة دي يا صديقي إزاي إن إحنا دايما باصين لنص الكوباية الفاضية ومش واخدين بالنا من حاجات كتيرة ممكن تغير في حياتنا، واللي أنت هتكتشفه فعلا في الفيديو دوت. فيلا كوب قهوة وصلي على النبي وندخل في المفيد. الحلقة دي يا صديقي مليانة أمثلة عشان تفهم بنفسك أنا اقصد ايه. اول مثالين يا صديقي عاوزك تلاحظ الفرق الكبير اللي ما بينهم وتحط نفسك مكان واحد فيهم. المثال الاول وهو جراهام بيل، وده مخترع التليفون الارضي. فاول ما سجل براءة الاختراع وبدا يظهر التليفون ده خلى الطلب يكتر والكل عايز يشتريه، وفي الوقت ده كان امكانيات بيل محدوده جدا، فعرض على شركه ويسترن يونيون ان هم يشتروا الاختراع ده وشركته الصغيره مقابل $100,000، والفرصه ما بتجيش غير مره واحده. وللاسف رئيس شركه ويسترن يونيون رفض العرض لانه شاف ان السعر عالي وما شافش ان ممكن يحقق من ورا الكلام ده مليارات الدولارات. وللاسف الاختراع اتنقل لشركه تانية وحققت من وراه مليارات الدولارات. فالفرصه المهدوره يا صديقي استحاله تعرف ترجعها تاني، فاستغل كل فرصه تقدر توصل ليها وشغل دماغك، صدقني هتوصل لابعد ما تتخيل. اما المثال التاني فكان في احدى المؤسسات المحليه اللي كانت موجوده في امريكا بتقلل من حجمها، وعرفنا في فيديو سابق ازاي هي بتقلل من حجمها، ممكن ترجع للفيديو ده. فبيقول لك روبرت في يوم وانا قاعد بسمع النشره الاخباريه فجي قدامه في النشره فيديو لاحد المديرين اللي كان شغال في الشركه دي واتفصل، وكان هو موجود هو وزوجته واولاده قدام المصنع وبيتوسل للحراس ان هم يكلموا اصحاب الشركه عشان يرجعوه تاني، لان عليه ديون والتزامات كتيره محتاج يسددها. وطبعا اللي بيصور كان مركز قوي على التوسلات اللي بيقوم بيها الشخص ده. كم واحد فينا اتعرض للمشكله دي او معرض ان هو يوصل للمشكله دي؟ فاذا ما كنتش هتفكر صح يا عالم بكره ممكن هتكون فين. انا مش بخوفك والله بس بنصحك، ابدا يا صديقي وهكررها لك 100 مره، ابدا وما تلومش الظروف. كتير بيكسبوا من ان هم بيلعبوا جيمز وبنشوفهم كتير في اليوتيوب. ممكن اقول لك على ناس كتير اهو باسماء بس مش موضوعنا دلوقتي. اللي عاوز اقوله لك احنا في قرن ال21، قرن التكنولوجيا. ممكن تعمل فلوس وانت في مكانك وانت قاعد في البيت، بس ادرس مجال وتعلم ازاي تعمله. وده ياخدنا لسؤال مهم جدا، هو المفروض هدفي ان اتعلم ولا هدفي ان اجمع فلوس؟ بص يا صديقي هضرب لك مثال وهتفهم منه انا اقصد ايه، بس عايزك تركز. بيقول لك روبرت جات صحفيه من سنغافوره عشان تعمل معايا مقابله شخصيه، وبدانا نتكلم فلقيتها بتقول لي انا نفسي اكون زيك، مؤلفه للكتب الاكثر مبيعا. قلت لها ممتاز، طب ايه اللي منعك؟ انت اسلوبك حلو جدا في الكتابه. فقالت له انا عارفه كده والكل بيقول عليا كده، انا بحاول بس مش عارفه اوصل للي انا عاوزاه، ممكن تفيدني؟ فقال لها طيب انا عندي صديق هنا في سنغافوره بيدي دورات في المبيعات، ممكن اكلمه لك وتروحي تحضري الدورات دي. فبيقول لك لقيت ردة فعلها مختلفه كاني قلت لها مصيبه. لقيتها بتقول لي انا معايا شهاده جامعيه ومعايا تدريب احترافي على الكتابه، مش هروح انا اتعلم البيع، انا بكره مندوب المبيعات لان كل همهم ان هم يجمعوا فلوس. فبيقول لك سكت وقمت مطلع نسخه من الكتاب اللي محقق مبيعات عاليه وقلت لها انت كاتبه في الورقه اللي قدامك ديت المؤلف صاحب الكتب الاكثر مبيعا وليس الاحسن كتابه، وعشان كده لازم تتعلمي ازاي تبيع. And I promise you I will. I do not like what you're saying, and you're painting it only in one direction. Well, I don't that's mean not for fair. you to feel Okay, that's that you're not under fair. attack. I'm No, just looking that's for not fair, answers man. from That's people not we've been fair. speaking to. It's not fair. فبيقول لك انا قلت لها الكلمتين دول قامت متعصبه وقالت لي انا عمري ما هدرس البيع، وخدت بعضها ومشي. شفت يا صديقي مدى العقليه بتفكر ازاي؟ فالهدف يا صديقي ان في مهارات ممكن تتعلمها هي المسؤوله عن نجاحك. يعني ممكن تكون شاطر جدا ومتميز في حاجه معينه بس مش عارف تسوق لنفسك. افتكر ان انا اشتغلت فتره في مجال تسويق المفروشات لاحد المصانع، وكان الهدف بتاعي ان اسوق المفروشات دي وكانت جودتها عاليه عن الجوده اللي موجوده في السوق، بس المشكله ان هي ما بيتباعش منها غير كميات قليله لان المشروع لسه بادئ. فانا اعمل ايه؟ دخلت على الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك وشفت الناس بتبيع ازاي نفس المنتج بتاعي وايه الاسعار اللي بيبيعوا بيها، وبدات اتعلم الجمل اللي هجذب بيها المشتري. وفي نفس الوقت لقيت في جروب بيدفع له فلوس عشان انشر عليه. هو المبلغ ما كانش كبير قوي
بس حقق مبيعات عاليه جدا. بس انا للاسف ما استمرتش فيه كتير لبعض الظروف اللي كانت عندي. بس الفكره ان انا حاولت اتعلم وادوس في الموضوع بالرغم ان انا ما عنديش فكره اصلا سابقه عن الموضوع ده، ودخلت فيه لاول مره، وبالرغم من ده حققت مبيعات عاليه جدا لاني اتعلمت ازاي اسوق وازاي ابيع. المهم روبرت بيقول لك لما جيت اصدر الكتاب الاول ليا كان بعنوان لو انت عاوز تبقى غني وسعيد ما تروحش المدرسه. فبيقول لك اقترح عليا احد الاشخاص في دار النشر ان انا اغير الاسم ده واخليه اقتصاديات التعليم. شفت الفرق ما بين العنوانين؟ هو كتاب واحد بس عنوانين مختلفين، واحد شدك ان انت تشتريه والتاني ولا هتفكر تشتريه اصلا. فبيقول لك لو انا كنت اخترت العنوان التاني ما كانش اتباع ولا نسخه، وعشان اخترت العنوان الاول حقق مبيعات عاليه جدا. الفكره اللي بحاول اوصلها لك ما تخترعش، اشتغل على الافكار الموجوده وطورها وابدا اتعلم ازاي تبيع كويس، هتوصل صدقني للي انت محتاج توصله. من هنا انتهت السلسله يا صديقي، واتمنى من الله ان اكون وفقت انك تستفاد بكل كلمه قلتها لك، ومستنيك في السلسله الجديده. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.